فايتك كتير جدا. عايز اقولك ان اغلب الناس اللي بتحب الصيد ونفسها تطلع تصطاد، كل المعلومات في دماغها ان الصيد يعني عبارة عن مكنة وقصبة. البعض منكم قصبة بس. عايز اقولك الكلام ده مش مظبوط. في طريقة مهمة جدا وهي تعتبر الاساسيات في بدايات الصيد. قبل ما يخترعوا البوصة والمكن كانوا بيستخدموها، وكانت بتحقق نتائج هايلة جدا، وما زالت ليومنا هذا وعن تجربة افضل اداة في الصيد تقدر تستخدمها، وبتطلع بيها الاسماك الكبيره. لو انت بتتارجت الاسماك الكبيره او بتستهدف الاسماك الكبيره، بتبقى انسب حل ان انت تستخدم الاداه ديت. وكانت في قمه الروعه وفي قمه المتعه وانت بتستخدمها. موضوعنا النهارده عن البقره الصيد اليدويه او اللينسه. خليكم معانا ونشوف ايه موضوع اللينسه ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية كده. خليني ابتدي اتكلم الاول عن مواصفات اللينسة. هي اللينسة زمان كانت اول ما ابتكروها كانت عبارة عن قطعة خشبة او جذع خشبة وبيلفوا عليها الخيط، وبعد كده اتطورت بقت ازازة بلاستيك، اي ازازة مية بيلفوا عليها، وبعد كده اتطورت للشكل النهائي اللي هو دوت. تمام. هي دي الأداة البسيطة اللي احنا بنستخدمها، ما فيهاش أي تعقيدات. قطعة من البلاستيك، تمام، ليها شكل مخروطي بالمنظر ده، في انحناء عشان يسهل سهولة خروج الخيط منه، والمقبض ان انت تقدر تمسكها بالطريقة دي. طبعا انت عندك اشكال كتيرة، يعني في المنظر دوت او المنظر ده، تمام، وفي المنظر دوت. يعني المهم ان الفكرة واحدة، ان في جزء بيبقى ثابت، تمام، مصمت، وفي جزء فيه انحناء بحيث ان الخيط يطلع منه بسهولة. هي بسيطة جدا ورخيصة جدا ومش مكلفة خالص. يمكن انت بتروح تشتري عدة وتدفع دم قلبك، وبتشتري بقصبة وبوصة وتبقى خايف عليها وشنطة والفيلم ده كله، في حين ان عايز اقولك انت بأداة زي دي هتطلع نتائج احسن واقوى من البوص. خصوصا وانا بتكلم في رحلات التصقيط والصيد في البحر الاحمر. 100%، مش عايز اقول 90% ولا 80%، كل الرؤساء والبحرية اللي بتطلع معاهم هتلاقيهم ما بيصطادوش غير باللنسة. ودايما عشان كده انت بتستغرب، بتبقى ماسك عدة وجايب مكنة بالشيء الفلاني ودافع دم قلبك وعمال تطلع في بونجز وشركس وحاجات صغيرة، وتلاقي الراجل جالك في الوقت المناسب في التوقيت الصح في التيار الصح اللي هو شايفه، رمى اللينسة بتاعته وراح مطلع لك بسم الله ما شاء الله محسنة مثلا بتاع 3 كيلو، ولا شعورة حرة، ولا ايا كان بقى، ولا ناجل، ولا بهارة، ولا ايا كانت نوع السمكة اللي متواجدة في الوقت دوت او في فترة الصيد بتاعتها. وبيجي لك انت متعقد، يعني بيجي لك احباط وبتقول انا ما بعرفش اصطاد. عايز اقول لك السر كله في الاداة البسيطة دي، اللي هو اصل الصيد والاساس بتاعنا زمان، وهي ديت ده التاريخ بتاعنا يعني. طيب، من مميزاتها تعتمد على تشغيل الدماغ والطاقة البشرية أو القوة العضلية بتاعتك. يعني أنت مش محتاج بقى تظبط دراك و... وتشوف البوصة بتتني ولا ما بتتنيش والقصة دي. أنا مش بقلل الصراحة عن متعة الصيد بالقصبة والماكينة، لكن بوضح لك متعة الصيد باللنسة. فيها حاجات كتيرة جدا أنت بتبتدي تدركها وبتزود خبرتك، وانت لما تيجي تستخدمها هي بالظبط عاملة بطريقه مبسطه كده زي اللي بيسوق عربيه اوتوماتيك، تمام، واللي بيسوق عربيه مانيوال. اللي بيسوق عربيه اوتوماتيك معتمد على الشاشات والكاميرات والحساسات والكلام ده كله، فبالتالي هو ما عندوش الخبره ان هو يقدر تقديريا بحساباته الشخصيه انا اقف ولا ما اقفش. هو معتمد على الشاشه تقول له تقف تقف، امشي امشي، اتحرك يمين شمال، الكلام ده كله. لكن العربية المانيوال لا، انت بتشغل دماغك، بتنتج، بتنقل، بتسقط نقلة، بتبص، بتقدر تحفظ ابعاد العربية عشان لما بتيجي تركن والكلام ده كله. عشان ما اطولش عليكم، مش موضوعنا موضوع العربيات. خليني بس ايه، انا بحاول ابسطها لكم. بس هي بالظبط انت مجرد من اول ما بترمي الخيط في المية بتبتدي تحسب حساباتك ومخك يبتدي يشتغل، وتبتدي تقدر المسافات، هقف امتى، هنزل امتى، حسيت بلمسة الارض ابتدي اسحب. وطبعا حسب كل نوع صيد ومخك بيبقى عامل زي الرادار، وبتبتدي تقرا القاع شكله عامل ازاي من تحت، اذا كان رملي ولا شعب ولا شعاب مرجانية مش متحجرة. يعني بتقدر تقرا الارض كاملة وانت الخيط على ايدك وانت ماسك اللينس.
وبعد كده واول ما السمكه بتضرب معاك انت بتتحول جذريا ومن الهدوء والسكون والاستمتاع بالكلام ده كله لمستوى الادرينالين عندك بيبتدي يزيد ويرتفع، وتبتدي تحصل بقى جذب وشد ومواجهه مع وحش انت ولا شايفه ولا عارفه. فيبتدي هنا مخك يشتغل، يبتدي يركز ويحفظ التحركات والتصرفات بتاعت السمكة من تحت، ودي في حد ذاتها بتزود خبرتك. بعد كده انت ممكن تبتدي تشعر وتعرف السمكة نوع ايه بسبب الحاجات دي، يعني بسبب الادراك بتاع اللكعة، الشدات بتاعت اللكعة على ايدك. انت كل اللي بتستخدمه ايدك والصوابع، تمام؟ حاسة اللمس مع تشغيل الدماغ، بتلاقي النتيجة ايه؟ على طول مخك بيخزن الحاجات دي في الذاكرة، وتقدر تلاقي الناس ساعات بتقولك دي ناجل، ده بهار، دي دراج، ده بياض، ده شعور، تمام؟ حتى الشعور بيبقى عارف انواعه ايه، دي شركة، لانه عارف الحس على ايده، عارف دي اللي تحت دي عبارة عن ايه، ويبتدي بناء عليه عارف ازاي يتعامل معاها، امتى يسيب وامتى يشد ويريح لها. فبالتالي بينجح في ان هو ايه، يطلع السمكة في الاخر. عكس الماكينة، انت بتبقى كل اعتمادك على المكنة ان هي تنتش او تشد، تمام؟ ومعتمد على الفرامل والقصة دي. والله تاني انا مش بقلل من المكن، ده ليه متعة وده ليه متعة، بس الشغل الصح هنا عندنا في البحر الأحمر لو عايز تطلع سمك كبير وعايز تبقى محترف ومعكش إمكانياتك مش مساعداك إنك تجيب مكن والكلام ده كله، يبقى أنت أحسن حاجة تجيبها البقرة دي، تمام؟ مش بس كده، عايز أقولك برضو إن الناس الخبرة والصيادين المحترفين والريس لما بتيجي تطلع على المركب بيقدر وبيقيس خبرتك إذا كنت أنت صياد محترف ولا صياد هاوي، تمام؟ من طريقة صيدك. مجرد ما بيشوفك ماسك اللينسة، صدقوني المعلومة دي مهمة جدا، مجرد ما يشوفك ماسك اللينسة وبتصطاد بيها فعليا، تمام؟ مش مجرد اروح امسك اللينسة وخلاص، تصطاد بيها فعليا وبتطلع، بتبتدي هنا يقول لك اه لا ده صياد، يبقى انا ما ينفعش اصطاد في الحتة دي، انا هبتدي اتحرك واصطاد في اماكن ايه تقايل شوية عشان خاطر ايه ما يقلبش عليا. ده اللي انا بشوفه، تمام؟ الا من رحم ربي طبعا، يعني مش كل الصيادين بيبصوا في الطريقه دي، بس النقطه المهمه ما تمسكوش في النص الفاضي من الكوبايه. هو الرئيس فعلا بيعتمد على، بيشوف خبرتك انت صياد وهتستحمل ولا لا. لان خلي بالك برضو صيد اللينس على قد ما هو ممتع، على قد ما هو حذر جدا ومش سهل، يعني عايز طولة بال، عايز صبر. وممكن يطلعك في ارض فيها سمك، بس انت مستعجل ومتسربع، انت عايز تنزل وتلكع وتطلع وتنزل وتلكع وتطلع. لا الكلام ده معلش، هقول لك روح ايه، اصطاد في الماكس، ماشي؟ وروح بقى اشتغل على الغزيلة والحاجات الصغيرة ديت، هتلاقي نفسك بقى تنزل سبحة 8 9 سنون وتطلع بسم الله ما شاء الله، بس كلها حاجات ايه، كفافي صغيرة كده اهو، ويوم ما هتكبر هتبقى اكبر من كف ايدك بشوية يعني. لكن عايز تطلع بقى وحش، طراد، ناجل، كشر، هامور، دراك، باراكودا، بياض، كل الحاجات دي، والشعور الحر والمحاسن والشرايف، كل الكلام دوت عايز صبر وعايز تأني وعايز الوقت المناسب، وتفضل حاطط ايدك وصابر، وبعد كده بتلاقي اللكعة جاتلك. طب احنا كده اتكلمنا عن شكل اللينسة، تمام؟ بس قبل ما اخش على المقاسات بتاعتها، خليني اتكلم على طرق الصيد بتاعتها. هي زي ما انا قلت تعتبر بديلة لمكنة الصيد، ولازم تبقى معاك في الشنطة، ولو حتى انت مش هتستخدمها كحاجة سبير او احتياطي، لو قدر الله لو حصل للبوصة بتاعتك او المكنة بتاعتك حاجة، فانت تبقى معاك على طول اللينسة كبديل ليها، وتبتدي تستخدمها عشان رحلتك ما تبص عليك. طرق الصيد بتاعتها تعتبر تشتغل في كل حاجة، عايز اقول لك جر شغال، تصقيد، ترقيد، وش، طعوم حية، ممكن تشتغل بيها من على الشط، وممكن تعمل بيها ارساليات. طبعا ان شاء الله هحاول اعمل لكم حلقات منفصلة بطرق الصيد بتاعة اللينسة، تمام؟ بس انا مش عايز اخرج بره نطاق الموضوع اللي هو اللينسة ومواصفاتها والكلام ده كله، فخلينا نخش دلوقتي على المقاسات. انت عندك المقاسات من اول 50 في الملي، تمام؟ اللي هي 0.50 لحد ال 140 ملي، تمام؟ دي المقاسات بتاعة اللينس.
حسب طبعا الموقع وحسب العمق، تمام، والسمك المستهدف، انت بتختار اللينسة المناسبة. فانت مثلا عندك من اول البحر الاحمر، اللي هو من خليج من الاتكا لحد شلاتين، كل ما تنزل لتحت للجنوب كل ما السمك بيكبر، وكل ما الاعماق بتتقل، وكل ما البيئة البحرية بتبقى لسه بكر، تمام، فالسمك بيزيد معاك. كل ما تطلع لفوق كل ما تلاقي السمك ايه اقل. فخلينا كده ناخد حاجات تقديرية، ده بطريقة تجربتي أنا الشخصية، مش أرقام مسجلة أو ثابتة. ده تجاربي الشخصية اللي بدأت بيها أحدد إيه المناطق اللي ممكن أستخدم بيها ال50 أو ال60 أو ال70 أو ال80، وحسب برضو طرق الصيد. لو قلنا مثلا هنصطاد جر، انت عندك الجر ممكن تشتغل فيه 90 في الملي، ده ممتاز جدا لو انت هتجر من البحر الأحمر. لو انت بتجر في البحر المتوسط فخليك في 100 في الملي، عشان بيبقى السمك أعنف شوية في البحر المتوسط عن البحر الأحمر بالنسبة للسمك العايم، الدراك والبراكودا والأناشي والحاجات دي بتبقى أكبر وأتقل. فأنت ممكن إيه تخليك 100 ملي. لو التسقيط عندك من أول 50 لحد 80، قلنا مثلا أنت بتصطاد كل ما تبقى قريب من الشط كل ما خليك في القليل اللي هو 50 في الملي. كل ما هتخش قاع وشعب في شعب والدنيا كده بقت تبقى اغوط شوية، ابتدي تستخدم ال60 ال70 لحد ما اقصى حاجة ممكن تستخدمها ال80 في الملي، ده لو هتسقط باللينسة. التسقيط انت ممكن يا اما تستخدم سن واحد من تحت وبعدين رصاصة فوق، تمام، او السبحة التقليدية بتاعة التسقيط اللي هي رصاصة تحت وسنين فوق، وممكن تربطها ايه مثلا تعمل زي وصلة كده بخيط ارفع من السمك اللي انت بتستخدمه، اللي هو الخيط الاساسي، وعشان لو وعرت ولا حاجة وقطعت تبقى انت ايه ما تخسرش الخيط ده كله، المسافة دي كلها. طيب لو جينا قلنا في الوش معاك بقى ايه 60 ممتاز، تمام، ال60 ده ممتاز جدا، بس محتاج خبرة ومحتاج احترافية، لان هو بيبقى ضعيف شوية، بس ميزته ان هو مش باين. فالسمكة بتخش تضرب وهي مش شايفة الخيط خالص، تمام، وفرص انك تطلع سمك بيها اكتر. بس عيبه ان هو بيبقى ضعيف لان السمكة بتبقى اتقل. وبتكلم هنا على التقل، انا مش بتكلم على الحجم، انا بتكلم على قوة السمكة في المقاومة شدة الخيط. يعني ممكن تلاقي سمكة مثلا 2 كيلو 3 كيلو قوتها مثلا بتوازي سمكة 4 كيلو 5 كيلو، تمام. ف... فهو الخيط ال60 بيبقى خفيف على الحاجات دي، بس هو ممتاز جدا. اللينسة الأساسية أو المقاس المناسب اللي كلنا بنستخدمه أو أغلب الناس بتستخدمه اللي هو في المضمون، يعني اللي هو مقاس 70 في الملي. ده مناسب جدا وده بتوش بيه مفيش أي مشاكل خالص. بيستحمل التجريح، بيستحمل الاحتكاكات بالشعب المرجانية والصخور اللي تحت، ولو ضربت معاك حتى لو الخيط مشرشر أو حامي أو شاط مفيش أي مشاكل خالص، بتلاقي السمكة بتيجي معاك إن شاء الله. 80 اكثر امانا، بس بيبقى تخين وبارز، يعني بقى انت ايه، يعني عايز حتت تقيله مثلا من اول مرسى علم وانت نازل مثلا حاجه زي كده. ده بالنسبه للوش. والطعوم الحيه، انا بفضل ان انت لو نازل طعم حي تنزل ب90 في الملي، يعني يا 80 او 90 في الملي، لان انت فعلا انت حاطط طعميه حيه، يعني اللي نازل ده مش نازل يهرج معاك. يعني السمكه اللي انت نازل لها دي انت مش نازل تهرج معاها، هو انت داخل بتقول انا عايز التريلا اللي نازله ماشيه تحت دي. فخليك في الامان، وعشان تحافظ على ايدك والخيط ما يبقاش حامي على ايدك انزل ب90 او 80. هتلاقي القطر جه خدها، سواء بقى بياض او دراك او عجام او ناجل، وتبتدي الاكشن تقدر تتعامل معاه صح. لكن ما تقوليش هنزل بطعم حي بخيط 60، لا انت كده بتهرج، انت ده هياخدها ويقطعها مع اول شدة جامدة جدا هتلاقيها اتقطعت منك. ده بالنسبة للمقاسات، وملخص سريعا كده عن المقاسات اللي بتستخدم في طرق الصيد ايه. بس عشان ما اطولش عليكم انا بس هقول لكم كام ملاحظة كده خلي بالكم منها. لو انت ان شاء الله هتستخدم صيد اللينسة، اول حاجة خلي بالك على ايدك. البس جوانتي، تمام، او جلافز او قفاز بيتباع في الموان او محل ادوات الصيد. في الجوانتيات اللي هي بتبقى الجزء الاولاني من الصباع ده مش باين، تمام، عشان تقدر تحس بلمسة الخيط، ولما يبتدي الاكشن تبتدي ايه تشد بايدك على الجوانتي فتحمي ايدك. وبعض الناس بتربط شاش او بلاستر، تمام، على الصباع، لان هي الضربة الاولانية بتبقى على الجزء ده
من الصباع، تمام. الجزء اللي هو العقلتين التانيين الاخرانيين دولت بيبقى عليها الشد اكتر، فبيحطوا هنا لزق ويبتدوا يتعاملوا بعد كده على ايديهم. بس الخلاصة خلي بالك على ايدك، تمام. ما تستهترش بالموضوع ده. الخيوط النايلون مع مع شدة السمكة بيبقى حامي وممكن يقطع لك ايدك. لو جت جرم بياض او جالك بياضة او تونة مثلا، بلاميطة ولا حاجة، هتلاقيها خدت الخيط وطيران، فاهم؟ فانت لازم تبقى ايه، مستعد للكلام ده. ولا قدر الله لو خيط كعبل على ايدك ولا حاجة، ما يعوركش. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تحاولش تجيب اللينس دي، اللينسة دي. انت لما بتروح تشتري البقرة، تمام، زي كده، بتجيلك متغلفة بالمنظر ده وعليها المقاس. دي لينسة، تمام، بس مش دي لينسة صيد، دي لينسة عشان تحافظ على الخيط، يجيبوا لك خيط بالمنظر ده. دي حركة شياكة منهم. لكن ما تروحش تقول انا جبت لينسة ويلا بينا، واجي ابص افاجئ الاقيك بتصطاد لي بالشكل اللينسة دي. حصلت معايا كتير مع اصحابي ان هم انا جبت لينسة وبتاع، وابص اتصدم بالمنظر دوت. مفيش مرتين تلاتة وتلاقي اللينسة دي اتكسرت، لان خامة البلاستيك بتاعتها مش مرنة زي دي، تمام. بصوا هنا البلاستيك طري، تمام، بياخد ويدي مع الشمس وبيقاوم حرارة الشمس والكلام ده كله. اما ديت فمع اول خبطة، مع اول رزعة على المركب او على الارض او ايا كان يعني، هتلاقيها اتكسرت، والخيط بعد كده ايه، باظ منك وبدأ يتلعبك وبدأ يبهدل الدنيا. اللينسة التانية اللي ما انصحش بيها، اللينسة العجيبة دي، تمام. اللينسة دي فيها، بسم الله الرحمن، اللينسة العجيبة دي فيها رمان بيل، تمام، وبتعتمد على ان هي زي المكنة، وبيبقى جاي معاها هنا زي دبلة او حلقة وبتخرج منها الخيط. انا عايز اقول لك الفكرة دي فاشلة جدا وهتتعبك جدا، لان انت لو ايدك وربت يمين او شمال هتلاقي الخيط خرج عن اللينسة وتلعبك في الدايرة ديت، في عز ما انت ما بتصطاد وعز ما انت ملكعت وانت عايز تركز في انك تطلع. فهتبقى مش عارف، يا اما تركز مع اللينسة وتصلحها، ولا السمكة اللي تحت ديت وعمالة ايه بتحاول تهرب منك. فانت في الاخر، اخر النتيجة بتروح ايه، رامي اللينسة على جنب وشغال بايدك. فما تضيعش فلوسك في الاداة دي، تمام، هي ملهاش اي لازمة. خليك في دي، طبيعي جدا ورخيصة جدا، وما تحاولش تتفزلك. آه، النقطة الثالثة والأخيرة، وأنت بتصطاد والخيوط تحت، حاول تسيب مسافة حواليك كويس بحيث إن الخيط ما يتلعبكش. حاول تشد بانتظام. تمام، إيد بتسحب وإيد بترخي الخيط وإيد بتسحب، يعني بيبقى الخيط كده، تمام. بتسيب إيدك دي وتشد التانية، وبعد كده تسيب دي وتشد التانية، وفي العكس. لما تيجي بتشد، في ناس بتشد الخيط بالطريقة دي بحيث ان قوة الضغط تبقى على الايد غير على انها تبقى سلسة وتنحر في ايدك. فانت بتعمل كده وتروح عامل زي الفرامل دي، زي الفرامل بالظبط، تمام. وبتشد بايدك كده وتسيب وترجع تاني وهكذا، تمام. خلاص. وخلي الخيط يبقى متناسق، يعني انت بتشد، بتسيب دي وبترجع تشد وتسيب دي وهكذا، خلاص. وانت بتلم، يعني انا مسكت الخيط اهو، تمام، بعمل ايدي كده بحيث ان الخيط دي بتبقى عامله زي الفرامل، الحركه دي بتبقى عامله زي الفرامل. خلونا نحاول نشرحها. تمام، دي لنسة، سن، رصاصة، وخيط. الموضوع ده مش الاقتصاد. انا اعتبر رامي، تمام، في الميه وجاي باك بشد. خلاص، انا مسكت بايدي دي الخيط اهو، خلاص. مسكته كده، بعمل ايدي كده بحيث ان الخيط بالمنظر ده يبقى عامل زي الفرامل، تمام. لما تيجي السمكة هتضرب، بتحمل فين؟ على الجزء ده، شايفينه؟ بتحمل على الجزء ده، خلاص، وبتطلع كده،
خلاص. وبعد كده بتشد كده، في نفس اللحظة ايدك التانية، في نفس اللحظة ايدك التانية بتروح كده وتروح عامل نفس الحركة وتروح رافع. بصوا اهو، تمام، شايفين؟ بصوا كده. خلاص. وخلي ايدك في مكان ثابت، يعني الخيط بينزل في مكان ثابت، بحيث ان الخيط ينزل ما يقعدش يتلعبك في بعض. ويا ريت برضو تخلي بالك من الناس اللي تبقى حواليك، لو حد حاطط قاعد كرسي ولا حد حاطط بيتمشى جنبك ولا حاجة، خلي عينك معاه برضو عشان ما يجيش يدوس على الخيط وانت بتشد ايه، ممكن تكسر السمكة. وبرضو الكرسي ما يقعدش يضغط على الخيط من تحت، وتلاقي بعد كده الخيط معضعض ومشرشر وحالته بقت تعبانة، تمام، وتبقى وانت تحت تلاقي سمكة لكعت وقطعت، وانت مش عارف ليه. آه خلاص. معلش برضو اخر حاجة، خلي بالكوا ان انتوا دايما تبصوا على متر او 3 متر كده من بداية الخيط، تشوفوا الخيط اذا كان سليم ولا لا. يعني مثلا انتوا شايفين هنا الخيط، بصوا، شايط من الصخور تحت ومن الشعب. مش عارف باينة ولا لأ. تمام. يبقوا دايما خلي عينكوا على الخيط. بصوا كده كام متر بقى قبل ما ترجعوا ترموا تاني، شوفوه شايط ولا لأ. لو تمام معاك خلاص كمل رمي، لو مش تمام معاك يبقى ايه، اقطع وعلى طول ايه، اعمل السن في حتة نظيفة من أول وجديد. بس يا شباب وكده أنا بقى خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا بحاجة. كالمعتاد السؤال المهم بالنسبة لي، وده الهدف من الفيديو. ولو في أي تعليقات أو أي كومنتات اكتبوها لي وهرد عليكم إن شاء الله. معلش أنا ممكن أبقى بتأخر، بس كده كده لازم أرد عليكم إن شاء الله بإذن الله. وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.